مشاهدينا الأعزاء عشاق التفسير والأحلام، معكم سما لتفسير الأحلام. في حد ما حلمش إنه يراجع المدرسة تاني، أو لقى نفسه في نص الامتحان ومش عارف يجاوب، أو نسى القلم، أو حتى مش عارف هو في سنة كام؟ الحلم ده بيتكرر كتير قوي مع ناس كتيرة جدا، وبيكون له معاني كتيرة قوي وكبيرة قوي. يلا نعرف الرسالة اللي ورا الامتحان أو ورا المدرسة. لو شفت نفسك راجع من المدرسة فده معناه إن في درس في حياتك لسه ما استوعبتهوش، هتمر بمحنة ولازم تاخد بالك منها، ولازم محتاج انك انت تفكر فيها كويس وتتعلم من الدروس اللي فاتتك. بتبقى رسالة انذار. طيب، لو انت حلمت انك انت في الامتحان ومش عارف تجاوب، فده ممكن يكون في ضغط نفسي بتمر بيه الفترة ديت، ممكن يدل على محنة هتمر بيها وهتعدي ان شاء الله بسلام. ممكن تكون مسؤولية جديدة عليك او قرارات محتاجة تركيز ومحتاجة قرارات صارمة انك انت لازم تكون مستعد ليها. طيب، لو نسيت القلم او الورقة او الوقت خلص وانت مش قادر تكمل بقية الاجابة ولا بقية الامتحان، فده بيعكس خوفك من فرص بتفوتك، وان في فرص كتيرة خايف انك انت ما تحصلش عليها الفترة الجاية، او ممكن بتكون بتفكر كتيرة قوي وخايف ان في فرص هتضيع منك، فالمنام بيجيلك بس انذار. طيب، بس خلي بالك، اوقات الامتحان في الحلم مش امتحان دراسي، ده اختبار من ربنا. بيكون في محنة، بتكون في ابتلاء، ممكن يكون في صبر، ممكن يكون ربنا بعت لك رؤية علشان يشوف صبرك وحكمتك وازاي هتتصرف فيها. بيكون علامة على انك انت على وشك انك انت هتدخل في تحدي حقيقي، ولازم تكون قد المسؤولية ديت وقد التحدي دوت. بس الخروج منها هيكون نقلة كبيرة جدا في حياتك. قولي بقى، حلمت انك في الامتحان او كنت بتحاول تحل نسيت حاجة، ولا المدرسة رجعت لك تاني فجأة؟ اكتب لي حلمك في الكومنت وانا هقولك الرسالة اللي مستخبيها وراها بطريقتي وبإحساسي، وان شاء الله هفسرها لك انا بنفسي. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وان شاء الله هفسر لكم كل رؤياكم.